هذا البلاغ جعل المحققين يشكون بأن الشخص المختفي قد يكون ضحية ثانية لنفس الجاني الذي ارتكب الجريمة السابقة، كون الشاب المختفي يسكن بنفس حي الضحية. اوكي، درك نجاوب الأقوال تاعك بخصوص الاختفاء العائلات، ونديروا الأبحاث تاعنا والتحريات ونتعاونوا. انت معلومات من عندك وحنا معلومات من عندنا، وبربي ان شاء الله فيها خير. راودت افراد الفرقه شكوك على وجود تشابه في اختفاء الضحيتين. على الفور تم استدعاء جار الضحيه المختفي الثاني الذي اكد ان الضحيه التقى به قبل اختفائه بيوم واحد، مخالفا ذلك لتصريح زوجته التي أكدت أن زوجها غادر المنزل العائلي منذ حوالي 3 أيام. مواصلة للتحقيق، تم استدعاء جار الشاب المختفي والضحية المقتول. صباح الخير الأخ، أعطيني بطاقة الهوية. تفضل. أنت هو كريم؟ أنا هو كريم. تسكن في حي 50 مسكن بحيرة الطيور. نعم. على بالك أنا وعيطنا لك اليوم كريم؟ لا على باليش. معليش نعطيك برك ملخص عيط لك على اساس انت انك صديق تاع زهير. نعم زهير هذا عندنا بلاغ تاع اللي اختفى، عنده 3 ايام اللي اختفى. لا ما على باليش. زهير هو انا على بالي بالحكم المعرفه تاعنا الاقليم انك عندك علاقه معاه وانه صاحبك والوحيد اللي عندك علاقه مليحه معاه، بحكم انه سكن جديد في المنطقه هذه. واش تبان لك ظاهره الاختفاء تاعو هذه؟ هذه حالة أنا زهير عنده نهارين نشوف فيه عادي قدامي، تقهوينا مع بعضنا في القهوة. وين تقهويتوا مع القهوة هذه اللي قهوين مع بعضنا ونحكيو. هو عنده الزوجة تاعو جات جديدة سكنت مازالت ما تأقلمتش مليح مع السكان وخايفة، وديما يشكي لي منها روح تبدل الخدمة تاعك في النهار وبطل من الليل وكذا. هو يخدم في الليل؟ هو يخدم اجون في الليل، كل مرة يقولوا له لكم بدلوك في النهار. على جال هذا عنده شوية ممكن شوية مشاكل يحكي لي مع الدار تاعو. واسكو هو موالف يغيب هكا على الدار من قبل؟ لا مش موالف يغيب. يغيبش خلاص. موالف كل ما يجي من الخدمة في الصباح كي ينوض يجي 12 ديك الواحد يعيط لي، نقعدوا مع بعضنا نسكتيو في القهوة تيفا العشوة نتفرجوا بالون ويروح. واش ما عنده مشكل ولا عنده خلاف مع شخص في الحي ولا مع اي كان؟ الحي والله كاين تاع لي باركينغ هذاك ديما تاع مشاكل، هذاك تعرف ديما يعارك في الناس، شغل تاع دراري تاع دقاري بالسيف. ملي جينا حنا سكننا تما هو تم السيد هذا. معليش انت راك تاكد الاقوال هذه بلي عندك يومي برك بديت تلاقيتو؟ عندي يومي. اخر نهار شفتو وقتها؟ البارح في النهار، حتى سيارته كانت قدامي راح نشوف فيه. صرح الجار الذي يدعى كريم أنه قد التقى بالشاب المختفي منذ يوم بمقهى الحي قبل ذهابه إلى العمل، عكس ما أدلت به زوجته التي أكدت أنه مختف منذ 3 أيام. واش يا زبير مليحة؟ والله بها. واش الدنيا؟ واش راك انت واش داير فيها صباح؟ والله هاك تشوف. واش داير في العمل الحقة؟ والله تعب الامور والله تعب. هبلتني المراه قالت لي غير القحل كش تولي تخدم في النهار. هي قلت راح يبدلوك ولا مازال؟ هي وعلاه عجل حشك الجرثومه هذاك. واش دار لك وزاد دار لك؟ وكلوشار في الكارطي مسيبينه على خلق ربي كيما هكذاك نهار كامل بحس وبعريك، والمراه عادت تخاف. المراه يا زبير شوف فك منه. المراه عادت تخاف. فك منه. يعني تعاركت معاه وما عنديش ياسر قريب ضربته هذيك النهار في الكارطي تم. هنا واش من فك منه لازم واحد يربيه الانسان. كي يتحق حاجه عيط لي فك منه زبير. والله حب يولي لي عقده في راسي. لا والله حب يولي لي عقده. اخدم خدمتك والله. شوف الطريق بيتي طريق الاخر هكا. والله. عييت منه، انا واحد من الناس عييت منه. لازم نلقى له حل، ما فيهاش. لازم نلقى له حل الانسان هذا. يسال عليا المراه كلات لي وجهي، عاد خايفه منه من الحس تاعو، نهار كامل داير قفه تحس انت في الكارطي. شبيك وليا وحدها في الدار وانا نخدم في الليل، خايفه على روحها، من حقها تخاف. لازم نلقى له حل. يا اخي عندك التليفون تاعي يا خويا كيش ما يكون هاني نعيط لك ولا مال على ربي، ولا هاي المدام تعيط لها تكون عندك. المهم انت وسي عين ودن بركه بحداك تما. وكي تشوفوا بركه شوكش ما تحكي معاه بركه قول له خويا كاش الدور في الكارطي وخلاق، قول له شو بلاصه اخرى خويا يبيع فيها الدواء ويبيع فيها الكيف على روحه ولا صدي بوش يدير. مش مشكل يا اختي راسي ويفوت برك. مش مشكل عليا. زبير وبلال تعرفهم؟ بلال هو
تاع نهار كامل يعارك في الناس تاع باركينغ هذاك هو معروف. وعلى بالك باللي بلال توفى اللي لقيناه مقتول؟ ايوا لا ما عندكش فكره؟ ما عنديش درك سمعتها من عندك هذه. بلال توفى. بلال تعرض لعمليه قتل ولقيناه مرمي في الغابه، وتعرفنا على الجثه تاعو. واللغز في اللي رانا حاصلين فيه انه اختفاء شخصين في ان واحد لقيناه متوفي، والشخص هذا زهير عاود اختفى، والزوجه تاعو راه تقول عنده 3 ايام. وانت قلت لي انه البارح برك شفتو. لا زهير كان معايا انا البارح، انا متاكد انه كان معايا. تقهوينا على 12 تاع النهار و3 تاع العشاء وانا شفته مقاري من الدار تاعو بالسياره ومهبط قضيه الشاري قضيتك ومهبطها من الدار نورمال. معليش بالكش ما عندك معطيات واحده اخرى تعاود تضيفها لنا كريم؟ اي حاجات في التحقيق. فكرت عندي الزوجه قالت لي سمعنا الحس. عليك دا سمعوا الحس؟ جويه ال 11 تاع الليل هكا 10:30. اليوم مش كان في النهار هذا؟ كان الاربعاء. يعني في يوم الجريمه بعد؟ كان الاربعاء الليله تاع الاربعاء. ال 11 10:30 حاجه هكذا. سمعت وش عطاتك زوجتها؟ وش سمعت؟ قربيع وبيبان يتقفلوا يتحلوا حاجه تاع ضرب حاجه كيما هكا. قلت لها صافي ديما نقول لها من بالك طوط الفوق الدالا يمشي يقرب. نقول لها ورقدي برك. تقول لي لا، تقول لي سمعت الحس. كريم نشكرك على الاستجابه تاعك، وفي حاله ما اذا كان احتجنا نستدعيو الزوجه تاعك رانا نعيطوا لك. مش مشكل، انا في الخدمه. بعد الاستماع لزوجة الشاب المختفي وأقوال الجار كريم، تبين وجود تلاعب في تصريحات الزوجة، فتم استدعائها للتحقيق معها. فما هو اللغز اختفاء الشاب؟ وهل يمكن أن يكون ضحية جريمة قتل؟ بعد الاستماع لأقوال كريم تم تسجيل تلاعب في تصريحات زوجة الشاب المختفي، وهذا لتناقض أقوالها مع تصريحات الجار كريم. على إثرها تم استدعاء الزوجة للتحقيق معها. تفضل. زوجتك شحال عنده ما باش في الدار؟ جيت وخبرت شاف هنا عنده 3 ايام ما بانش في الدار. بصح المعلومات المتوفرة عندنا راهي تقول باللي البارح كان في الدار. لا شاف ما كانش، راضي 3 ايام ما بانش، وانا جيت خبرت لهنا ما كانش. كيفاش جيراني كذبوا؟ ما كانش، انا ما كانش 3 ايام ما كانش راجلي. صرحت الزوجة أن زوجها زهير لا يزال مختف، وبأنها ليست على دراية بمكان تواجده ولا علاقة لها باختفائه. رانا غادي نفتشوا الدار، نديروا إذن من عند وكيل الجمهورية ورانا نجوا نفتشوا الدار. حتى تفتش شاف ما راح تلقى والو. انا راجل يخدم مع اجون سيكوريتي ويخدم ما عندنا حتى حاجة، وجيران كامل تعرفنا ما عندنا والو. بعد استدعاء السيدة إلى مقر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببحيرة الطيور للمرة الثانية، والتي واصلت الآن إنكار، وأكدت أن زوجها اختفى في ظروف غامضة. لكن من خلال المحققين تأكد أن السيدة تقوم بالتلاعب وبتغليط أفراد الفرقة من خلال تقديم معلومات عكس المعلومات التي قدمها الشاهد الأول. راكي موقوفة عندنا. علاش حتى توقفني؟ مانيش نكذب راكي نخبي حاجة. مانيش نكذب أي حاجة، قد نهضر لك فيها غير الصح. مانيش